ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. النهارده جايلكم بمعلومه صغيره هتستغربوها جدا لما تعرفوها. بس خلوني في البدايه كده اقول لكم ان اي حاجه تشوفوها او اي لعبه او اي حيله تشوفوها او اي كلمه او اي تصرف تعرفوا على طول ان هي متأصله من المصريين القدماء. عارفين بقى لعبه الهوكي اللي بيعملوا لها بطولات ومباريات وهليلة خالص كده؟ اهي لعبة الهوكي دي اسمها حكشة. اه والله زي ما بقول لكم كده. في البداية كده بقى لعبة الهوكي اللي بيعملوها الغرب ومنتسبينها ليهم دي أصلا كانت اللي اخترعها المصري القديم، وكانت لعبة الشوارع في الوقت بتاعهم، زي نط الحبل وشد الحبل وحاجات كتيرة جدا، وزي لعبة كده شبه الشطرنج بس اتطورت على أيامنا يعني. فعايزة أقول لكم إن اللعب دي كلها منقوشة على الجدران يا جماعة، منقوشة ومعمولة كل حاجة على الجدران، لأن كل حاجة المصري القديم كان بيسجلها. فزي لعبة الهوكي دي زي ما قلت لكم إن هي من أيام المصري القديم، واللي اخترعها بقوانينها هو القدماء المصريين، وكانت الأطفال كانت بتلعبها في الشوارع. وعايزه اقول لكم كمان ان من ضمن الالعاب اللي كانوا بيلعبوها القدماء المصريين اللي هو الضرب بالنبوت، دي برضو موجوده، والعصيان وحاجات كتيره جدا جدا. وعايزه اقول لكم ان لعبه الهوكي دي لسه لحد دلوقتي بيلعبوها في الشوارع ومسمينها حكشه. الانجليز لما دخلوا مصر شافوا اللعبه ديت العيال بيلعبوها في الشارع، عجبتهم، خدوها وبقوانينها كمان، وعملوا لها مباريات وبطولات، وطبعا طوروها. يعني لعبة المباريات مش هتيجي زي لعبة الشوارع، بس خدوها وان هي متأصلة، خدوها مننا. وعشان الانجليز ما كانوش بينطقوا الحروف صح، فكانوا بقى حولوها من حكشة لهوكي. وزي ما قلت لكم لازم ندور على أصل كل حاجة، ولو دورنا على أصل كل حاجة هنلاقيها تبع المصريين القدماء. وما كانتش بتقتصر على لعبة الأطفال في الشوارع بس، لا، يعني هم كانوا دايما عندهم موضوع الترفيه ده. كان دايما المصري القديم بيحب موضوع الترفيه ده، وكانوا بيعملوا دايما مسابقات وألعاب، وكانوا بيفكروا في ألعاب. لحد دلوقتي الألعاب دي احنا لسه بنلعبها. فعشان كده كل حاجة بيسرقوها مننا، بس لو دورنا عليها هنلاقيها أصلها احنا. زي كده الموسيقى، هعمل لكم عليها فيديو ان شاء الله قريب. الموسيقى وادوات الموسيقى قالوا ان هي دخلت مصر مع الاحتلال ايام برضه قدماء المصريين، بس طبعا الكلام ده مش صح، لان الموسيقى موجوده ايام المصري القديم، وكل حاجه موجوده في المنحوتات وموجوده على النقوش. يعني مش هنجيب حاجه من دماغنا، كل حاجه القدماء المصريين كانوا بيسجلوها. فاللي عنده دليل يطلعه ويقول لنا. يا رب الفيديو الصغير ده يكون عجبكم يا رب، ومتنسوش تعملوا له متابعة واللايك والشير ما تنسوش، واستنوني فيديو جديد مع معلومة جديدة، معلومة سارة. السلام عليكم.